بصوا، انا مش عايزاكم تتخضوا لو اقول لكم المنظر ده بيبقى كل يوم. طبعا في ناس كتير هتفكر انت عندك اولاد وربنا يعينك والكلام ده. انا والله عندي ولدين كبار شباب يعني، ومع ذلك المطبخ كل يوم بيبقى بالمنظر ده. بالرغم ان انا كل يوم بالليل بشيك عليه وبغسل مواعين وانضف الرخامة وامسح البوتاجاز، ومع ذلك باجي الاقيه تاني يوم بالمنظر ده. انا هنا عندي التربو والباسكت بتاع الزبالة لا مؤاخذة يعني، فانا قلت لازم بقى ايه اخد لهم روتين كده. طبعا التربو او الشانون. طبعا بالنسبه للمطبخ ما فيهوش ادراج كفايه ان انا احط فيه الرفايع بتاعتي. حتى لما قلت لجوزي واحنا بنعمل المطبخ نعمل ادراج زياده، قال لي لا عشان المساحه والمكان. المهم جبت التربو او الشانون ده علشان ايه يلم كل الاغراض بتاعتي. وبما ان الرفايع ياما فهي محتاجه يعني ادراج كتير تلم بقى كل الكركبه دي. طبعا انا هنا اول حاجة مليت مية وحطيت نص كوباية من اي مسحوق بتاع غسيل سواء اوتوماتيك او عادي. وطبعا الخلطة السحرية اللي انا ما بستغناش عنها في الروتين بتاعي اللي هو مزيل الدهون. وزي ما قلت لكم قبل كده ان هو بيجيب من عند محلات المنظفات اللتر ب20 جنيه، وبدوبه في المية وبخففه يعني. وزي ما قلت لكم الناس اللي عندها مشاكل في الجيوب الأنفية أو حساسية في الصدر يعني يا ريت يلبسوا كمامة. وطبعا كان عندي مية ليمون، كنت أنا سلقت ليمون عشان أملحه، وهنزل لكم بالفيديو ده بتاع تمليح الليمون. المهم المية دي طبعا دي كنز ما ينفعش ان هي تترمى. انا حطيت شوية منها، وطبعا بحط فيها في سائل المواعين وبنضف بيها الحوض والرخامة والكلام ده. المهم انا غسلت غسلة تمام للتربو زي ما انتوا شايفين كده، وبشطفه بالدش علشان انزل بقى كل الصابون وكل الكلور والحاجات اللي فيه، علشان طبعا الحاجات اللي هتتحط جواه حاجات خاصة بالاكل يعني وما تلقطش وكده. وانا فتحت الادراج وقلت ايه هي كده كده اوريدي الحاجات اللي انا حطاها يعني ولا هي توابل ولا هي بقوليات ولا فيها دهون. بس قلت بالمرة اغسل كمان الدراج بالمرة. وجيت هنا بقى الباسكت انا على طول بقى عايزه اقول لكم الباسكت ده على طول ايدي فيه، يعني الباسكت بالذات بتاع المطبخ لازم على الاقل مره كل اسبوع لازم اغسله غسله تمام. لان المطبخ عندي مفتوح وطبعا الزباله يعني ما تطلعش ريحه وكده، فبغسله غسله تمام زي ما انتوا شايفين بالسائل اللي انا عملته. انضفه بقى بالفرشة، والفرشة دي الشعر بتاعها الناعم مش الخشن، وهي ساعدتني جدا ان انا اعرف انضف التربو والباسكت بتاع الزبالة. وبعدين هرجع بقى اشطفه شطفة برضو تمام، واقلب المية كذا مرة عشان برضو ايه انزل بواقي الصابون او المسحوق اللي فيه. وقلبت هنا التربو عشان يتصفى، وقلبت برضو الباسكت عشان يتصفى. دي بقى كل الرفايع اللي هي كانت في الدرج في الادراج بتاعه التربو، دي اللي انا بستخدمها يوميا زي ما انتوا شايفين كده. فهي كانت محتاجة وحدة زيادة فوق الادراج بتاعة المطبخ علشان تلم بقى كل الكركبة دي. انا هنا سبت التربو والباسكت بره في البلكونة في الشمس، قلت علشان ينشفوا. وكنت قلت بقى ايه بعد ما هخلص همسك بقى فوطة ناشفة وامسح بقى ايه التربو. لما انا سبته شوية في الشمس عايزة اقول لكم بصوا نشف ومفيش نقطة مية ورجع جديد. والباسكت اهو بقى يجنن نضيف طبعا من جوه ومن بره ومفيهوش اي حاجة. وطبعا الباسكت روتين اسبوعي لازم انضفه. هرجع بقى هنا التربو بعد ما دخلته المطبخ وهبدأ ارص الحاجة بتاعته. ده كده شكله بعد ما انا نضفته الاول. طبعا في اول الفيديو لو اخدتوا بالكم ان هو كان متوسخ، معرفش الاضاءة ما كانتش جايبة التربو او الوساخة اللي فيه، بس هو كان متوسخ جامد. بما ان يعني ان انا واحدة ست موظفة فانا اكيد مش كل يوم همسحه، بس هو المفروض على الاقل مرة في الاسبوع مع الروتين الاسبوعي اللي هو بمسك البيت كله بروق. وهنا في اول درج هرص الحاجات اللي هي في متناول ايدي،
اللي هي الاسبتيولا والايادي الخشب، اسفة المعالق الخشب، الحاجات اللي دايما بستخدمها. وطبعا الحاجات اللي هي ايه يعني كل فين وفين لما بستخدمها بحطها ايه في الدرج التاني. زي ما انتوا شايفين كده برص الحاجات. وهنا خلاص بعد ما خلصت رص الحاجات نيجي لأهم فقرة في الموضوع كله. هحط هنا ابتدى جرايد من تحت في الباسكت. ليه بقى؟ لان لو الكيسة بتاعت الزبالة مخرومة وفيها حاجات بتنقط او بتخر هتعمل ريحة وهتعمل سوائل وهتعمل حاجات ملهاش اي لازمة. وانا رشيت بيكربونات الصودا وكيس فانيليا. طبعا لو حد هيقول لي حرام ده الكيس بجنيه، يعني على الاقل عشان الريحة اللي هي بتبقى مش لطيفة يعني. وهحط كيسين للباسكت بحيث برضو ان انا اتجنب ان ممكن يكون كيس منهم مخروم ويسقط السوائل او الحاجة اللي فيه وهتبهدل الدنيا وتعمل حشرات وهتعمل ريحة. وده الشكل بعد ما نضفت التربو والباسكت. وانا حتى رحت في محل ادوات منزلية بسألهم على اللزقة اللي هي بتتحط في الباسكت، قالوا لي لا مش موجودة، فهي تقريبا بتتباع اونلاين. هبقى اشوف هي بتتباع فين وابقى اجيبها، لانها برضو بتمتص الروايح اللي مش لطيفة. وبمسح هنا الرخامة زي ما انتوا شايفين وبرجع ارص الحاجة تاني. طبعا الروتين الاسبوعي كل واحدة تقدر تعمل حاجة. انا بالنسبة لي علشان انا بشتغل يعني مش هروق المطبخ كل يوم، بس هو في الاساس يعني كأي واحدة ست تغسل المواعين، تمسح الرخامة، تنشفها، تنظف البوتاجاز، تلم الكركبة. انما الروتين التنظيف العميق يعني على الاقل مرة كل اسبوع. انما انا ما اقدرش اقول لكم ان انا بعمل كل يوم الكلام ده. وطبعا طول ما المكان نضيف بيدي راحة نفسية وبتقدري بقى ايه مزاجك يبقى عالي. ودي من الحاجات اللي حرفيا بتعدل مزاجي. وده الشكل النهائي بعد ما خلصت الروتين الاسبوعي بتاع المطبخ. اتمنى لو الفيديو عجبكم لايك وشير واشتراك في القناة، واستنوني ان شاء الله في الفيديو جاي. بدعمكم ليا انا وصلت ل 688. بالله عليكم توصلوني ل 1000 سبسكرايب او 1000 مشترك، لان لسه شروط اليوتيوب للناس اللي هي ما تعرفوش 1000 مشترك 4000 ساعة و3 مليون مشاهدة للفيديو الشورت. يا ريت اتمنى ان انتوا تشجعوني ان انا استمر. واكتبوا لي في الكومنتات عايزين تستفسروا عن ايه، او ان الروتين بتاعكم بيبقى عبارة عن ايه، او ان انتوا مثلا بتنظفوا كل قد ايه المطبخ. واكتبوا لي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير واشتراك في القناة، واستنوني ان شاء الله في الفيديو جاي. باي باي.